الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، زمان الناس اللي هم كبار يعني او عواجيز زي كده، كان في فيلم للنجمة شادية اسمه لا تسألني من أنا، بطولة يسرى وهشام سليم والنجمة مديحة يسري وآخرون. الفيلم ده خلاصة قصته ايه؟ ان شادية اللي هي كانت ام ل 11 شاب وفتاة، باعت بنتها ليسرى عشان تنقذ باقي اولادها من الضياع في الشوارع وعشان تربيهم. يعني باعت بنت من بنتها عشان تشتري 10 غيرها اللي هم بقيت ولادها. طب ايه علاقة الفيلم ده بموضوع الحلقة النهاردة؟ هقول لحضرتك لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. بقول قصة الفيلم ده لان عايز اقول لك بس من غير زعل وتعصب. بيع زيزو احمد مصطفى زيزو، بيع احمد مصطفى زيزو هو طوق النجاة لنادي الزمالك. بتقول ايه؟ ايوه بقول لك زي ما بقول لك كده، بيع احمد مصطفى زيزو هو اللي هينقذ نادي الزمالك وهيقومه من العصر اللي هو فيها وهيوقفه على رجليه تاني وهيخليه يرجع ايامه الحلوة نادي الزمالك. طب ليه انا بقول الكلام ده برضو؟ لان عندنا في نادي الزمالك، واحنا تعودنا في المصايب الكل بيشترك، مفيش فرق بين اهل المصيبة والاغراب والجيران واهل البلد، كله بيشترك في المصيبة. وفعلا الزمالك مع الاسف الشديد، انا اسف لحضراتكم، الزمالك في مصيبة كبيرة جدا، مش مش يخرج منها الا بحلول غير نمطيه وحلول جذريه، وهو الحل السهل البسيط اللي قدامنا كلنا. بس هل القائمين على نادي الزمالك هي يستخدموا مشرط الجراح ويكون عندهم الجرأة ويعملوا العملية الجراحية اللي هي تقوم نادي الزمالك من نومه ومن عصراته وتوقفه على حيله مرة تانية وتوقفه على رجليه مرة تانية ويبقى في مصاف أندية العظماء، الأندية الكبيرة كما كان وما سيظل إن شاء الله؟ ليه أنا بقول الكلام ده؟ بيع أحمد مصطفى زيزو هو طوق النجاة لنادي الزمالك. أولا، أنت عندك كنادي الزمالك غرامة لشيكابالا، غرامة شيكابالا للنادي بتاعه النادي البرتغالي. عندك غرامة تشيمبونج، عندك غرامة إبراهيم نضاي لحقوق الرعاية بتاعت الجونة، عندك غرامة سامسونج إيكينولا برضو الرعاية بتاع النادي السابق. عندك غرامات منتظرة، يعني الغرامات ما وقفتش على اللي فات ده، في غرامة منتظرة بتاع خالد بوطيب اللاعب المغربي، دي منتظر انها تيجي بين يوم وليلة، الله اعلم هتيجي امتى، عاملة زي الموت كده هتيجي فجأة. طب مشاكل الزمالك خلصت على كده؟ كلكم عارفين اكتر مني. مستحقات اللاعبين كرة القدم عن الموسم الماضي حوالي 60% من المستحقات، 60% من الموسم الماضي اللي خلص. طب الموسم الجديد محتاجين مقدم عقد جميع لعيبة الكورة عن الموسم اللي هيبدأ في شهر 9 إن شاء الله. بس كده لا، عندنا مستحقات لعيبة باقي اللعبات الجماعية، الطايرة والسلة واليد. بس كده لا، عندنا مرتبات العمال العاملين في نادي الزمالك والموظفين. اظن يعني اللي اتقال ده يعني
مش شوية، مش قليل، دي ديون كتيرة كتيرة جدا. ونادي الزمالك هيعمل ايه؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه بعد ما اقول لك لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، وده السلوجان بتاع الاستاذ ابو المعاطي زكي، استاذ ابو المعاطي زكي، اسطورة ما وراء البحار، اسطورة اليوتيوب وما وراء البحار. طب السؤال، فين رجال نادي الزمالك؟ اين رجال نادي الزمالك المخلصين ومحبي نادي الزمالك؟ ماذا فعلوا؟ مع الاسف انتوا عارفين زي ما انا عارف ان هما ما عملوش حاجة، متفرجون بيتفرجوا، منتظرين الكراسي، منتظرين الشو الاعلامي. كل واحد دلوقتي من رجال اعمال نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك اللي هم التقالات مستنيين موعد فتح الانتخابات، واتفتح النهارده، الدعوة الانتخابات اتفتحت النهارده، ومن النهارده 4 فبراير يستطيع كل واحد ان هو يترشح في انتخابات نادي الزمالك. فالكل مستني، عايز ياخد الكيكة، عايز ياخد الشو، عايز ياخد الكرسي. لكن يعني الزمالك هيستحمل انكم تستنوا لغاية الانتخابات والنتيجة تطلع والله اعلم يبقى فيها طعون ولا ما فيهاش، ومجلس ادارة نادي الزمالك المنتخب الجديد يستلم شغله وبعدين يبدأ يفكر؟ طب ما القيد واقف دلوقتي، القيد واقف، وعندك كل فريق كرة القدم يقدر يفسخ عقده من جانب واحد. لو قدم شكوى في اتحاد الكرة ولا في الاتحاد الدولي، كل لعيبة فريق كرة القدم في نادي الزمالك وبعض الألعاب الأخرى ما خدوش مرتبات بعضهم من 6 شهور، كل واحد فيهم يستطيع انه يفسخ عقده ويخرج حر. كل واحد يقدر يفسخ عقده ويخرج حر. طب الحل ايه؟ زي ما قلنا الحل ان نبيع احمد مصطفى زيزو باكبر مبلغ نقدر او نستطيع ان احنا نتفاوض عليه، 5 مليون دولار، 6 مليون. طب السؤال، هيكفوا؟ هيكفوا ان شاء الله. ممكن نرفع او نفتح القيد عن نادي الزمالك، ندفع الغرامات اللي هي مطلوبة للأندية الأجنبية زي ما قلنا، شيكابالا وسامسونج أكينولا وإبراهيم نضاي وغيره، نقدر ندفعهم ونفتح القيد، ونقدر كمان نجيب لعيبة لسه باب القيد لسه مفتوح. يعني لو رجال الزمالك المخلصين بدأوا الكلام ده من النهاردة، في خلال أسبوع نادي الشباب مقدم عرض فعلا، والناس المسؤولة عن نادي الزمالك عارفين أكتر مني وعارفين التفاصيل أكتر مني، لكن الكل بيدفن نفسه في التراب زي النعامة لغاية ما يشوف هياخد الكرسي ولا الكرسي هيضيع منه. ربنا يولي من يصلح لنادي الزمالك، وربنا يكرم نادي الزمالك برجال مخلصين يقوموه من الكبوة اللي هو فيها، ويرجع نادي الزمالك اللي بنعشقه. مفيش اهلي، مفيش اهلاوي ما بيحبش نادي الزمالك، اهلاوي حقيقي، زي ما هو مفيش زملكاوي حقيقي بيحب النادي الاهلي. ليه؟ لان الرياضة في مصر قايمة على الاهلي والزمالك، الرياضة في مصر في كرة القدم قائمة على الاهلي والزمالك، عصب المنتخب من لاعيبة الاهلي والزمالك مع المحترفين. فربنا يولي من يصلح، وربنا يكرم نادي الزمالك ورجاله المخلصين ان هم يرفعوا القيد، يرفعوا الحجوزات، يفتحوا باب القيد ويدفعوا مستحقات اللعيبة عشان
نادي الزمالك يبدأ موسم نظيف ما فيهوش مشاكل، بعد ما الغمة انزاحت، بعد ما الغمة اللي كان فيها نادي الزمالك انزاح، بعد ما كان نادي الزمالك مختطف. المفروض فعلا اهله الحقيقيين ورجاله وابنائه الحقيقيين يظهروا، يبينوا ان هم موجودين وهيرجعوا ناديهم زي ما كان واحسن. السلام عليكم.